بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الثالث من تفسير كلمات يحتاج إليها المعرب. الباب السادس حقيقي كلمة معرب يحتاج بالوان أهل إعرابي يحتاج إلى بوار كلمة هي وهي 20 كلمة طبعا فانا بس كلمة وهي 8 أنواع وأنا 8 نوع. فهمت كيف؟ كويس. النوع الأول ما جاء على وجه واحد يكون معنى كهاتنا كان حب أو قص معنى كتاني واجوارها هاتي وهو 4 كلمات فانا 4 كلمة. ماشي. إذا تجيبوا كلمات مؤنثة 4 بيرة مذكراني تيجي الساعة حتى تدور يا ترسل أيوة. شهر كلمة سلام عليكم. أحدها قطو يجي قطوية بفتح القاف وتشديد الطاء فتح قافي وتشديد الطي وضمها في اللغة الفصحى اللغة الفصيح قطو. تمام لغة اليوم قطو قطي هسيج هنا. تمام. كويس. مم. ماذا؟ قلتي كافيجي قلتي أستوي قطعته يا قطعته يعني قطعته. كويس. قلت معنى ما فعلته قط يعني ما فعلته فيما انقطع من عمري. يعني زمان عمري خذ صخ يعني من حتى أنا من حتى أنا حتى درباس فيه من أكتي. تمام قلت معناه يجبره. قلت شيء زمان ماضي حال واستقبال خطأ وبنيت لتضمن معنى مز وإلاج معنى فناية. خذ معنى مزيك كتير مز تجيب حرفه علاج حرفه خذ معنى في اسمه خذ معنى حرفه كتير وما ببدي فيه. إيه. شو معنى ما فعلته مثل أن خلقت إلى الآن. شو معنى ما فعلته قط يعني ما فعلته مثل أن خلقت سواء شيء بما حتى أنا مثل معنى مزيج تتهي معنى إذا اشتهي. كويس. تمام. كويس. طيب جاب بناء سر حركة يجبوك أوي يجبوك تري ساكنة يعني هل ساكنة مجبور مبدي سر حركة فيه دوري. كويس. إجا سر دمي قلت تشبيهه بغاياته وقبله بعد وانا هنا في تشبيه بوانه وجرب بيسر كسيج تبه جعل كساكن في الحلو كساكن هركب بالكسر. فهمت بقى؟ كويس. إيه. وهو دمهم أو لغة الفصيح قدامه قدامه جرب بيسر كسيجي كله. كويس. فهمت بقى؟ والوجه الثاني بفتح قافية تشديد الطاء مكسورة على أساس التقاء الساكنة والثالث على إتباع القافية للطاء في الضم والرابع تخفيف الطاء مع الضم يعني تخفيف الطاء قطو تخفيف الطاء مع سكون قطي وريشي تعرف لغتين لغتي فر. فهمت كيف؟ كويس. وهو يعني شيء ما في كرزان به يعني مثلا شما فيها مبني بيها شيء تخدم معنا مزو وإلى يكتيه. تمام. شما مبني سر حركية بيه أصلا مبني سر سكونة ولا صوت مبني يعني ساكنة شو يتخاصر كلينا. يوجد في لغة فصيح على باب أي خلا مشكلة مبني وكا غايات وكا قبل وبعد وانا وجانا مبني سر كسيجي كده. بقول ظرف الاستغراق ما مضى من الزمان زمان يدر باص ما فعلته قط يعني ما فعلته منذ أن خلقت إلى الآن. ويا كويس. وقول عام لا أفعل قط جرت مستقبل ذا السماء لا أفعل وزناكم استقباله فيها لحن فيها لحن. والثاني يكون معنى كتي عوض بفتح أولي وتثليث آخري عوض عودة عودة تفتي ذهنه. تمام. كويس. لسا ما بيصير حركية چونكي إذا حركة ساكنة شيء يجبوك يتخاص ساكنين جوا ساكنة يا إذا ضمّا قلت تسوية كنا بغاياتها فتحة قلتها خفيفة كسر قلت يحدث كسر مش قبل كسر. تمام. كويس. وهو الظرف الاستغراقي ما يستقبل من الزمان ظرف الزماني مستقبله. تمام. مم.
ممكن هو عودة فتاوي وتأتي الآخر يعني عودة يعني عودة بالتخفيفية وعودة هو ساكن وعودة تشبيهي وقبله بعدوش بضافة محذوفة يعني ويجيبوك دماء قوتية يعني وبقى يقبلوا بعده تمام. بيز. وهو ظرف الاستغراق ما يستقبل من الزمان، إيش الزمان ما يستقبل من الزمان، زمان المستقبل. ويسمى الزمان عوضا جدا عود لأنه كلما ذهبت منه مدة عوضتها مدة أخرى. شي زمانك كيف كنت شون هيك عاوز عوض ذاتا كنت شون هذا. تقول لا أفعل قط مثلا عودوا يعني أبدا وري. بيز. وكذلك أبدا أبدا جوارية أما طبيعي أو معربة أبدا نعم معربة شيء مبنية أبدا معربة. أما بيز. أوجد ظرف لما يستقبل من الزمان في نحو لا أفعله أبدا لا أفعله أبدا شيء ناقص. يعني تقول فيها أبدا ذلك بيجي ظرف لاستغراق ما يستقبل من الزمان أو زمان مستقبل. أما طبيعي عودوش مبتدي مضاف إليه محذوف بو ويحتاج مضاف إليه محذوف هبو مبني بو في أنا وري مبني نبي وجاج مثلا عودو بوتنا جانا هنك قلت تدخل معنا أليج ديك ده أل وطيب مثلا مبني يسر كسيبه وكا بيز. أمسي وكا الأبسي. قلت معنا من يتدهي من استغراقية. الثالث أجل إيه سوى معنا كتير أجله بسكون اللامي وهو حرف لتصديق الخبر حرف إيش قضيه شو حرف مبني هو تصديق خبرية. بيز. يقال جاءني زيد في خبرك تبيجي أجل بما جاءني زيد فتقول أجل يعني أو خبري ما تشي مثبت به تشي منفي به تمام. بيز. فتقول أجل صدقت يعني معناه رصد. الرابع بلا إشارة بلاي وهو حرف لإيجاب المنفي حرف جواب دانا منفيرة مجردا كان النفي قاضي بلا أو نفي أما باستفهام يعني مجرد باستفهام فهمت كيف؟ نحو زعم الذين كفروا تنقل جمع فهمت كده؟ نص. ها نص. تقول لا أفعله أعود وكذلك أبدا. نحو لا يا أفعل. قضاة من الفراري من نسوي أجل جي خوان أو دوش إذن. كو قد يا ما أجل جي خوان هاتنا بلا نسوي تصريح. ها أما هاتنا بلا بيز. كي جدا ماي أجل شهر مثلا. كما جو أجل خطب سكون لا ما حرف تصديق الخبري جملة خبري تصديق يقال جاني زيد تبي أجل تبي ما جاني زيد تبي أجل شو منفي شو مثبت أي بيز. صدقت ما في أخواني تنال الفراي تلجي كده. الرابع بلا إشارة بلاي بلا حرف الإجابة المنفي جواب نفي راي يعني بيز. المنفي كموجب مجردا كان النفي شو نفي أما مجرد به باستفهام به نحو زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا قوت إيه كافر كنا ينشادن يعني قيامتنا بصاخ نابن قل بلى وربي لتبعثن أو نفي وانت كإجابة بلي يعني لتبعثن وري بيز. أو بنفي ما بأوي باستفهام أو مقولة باستفهام أنه ألست بربكم قالوا بلى نوري شو جوابا من فيه هل جوابا من فيه مش النفي ذا استفهام بك ألست بربكم شو تنبأ وكأن لن يبعثوا نص. أي بلى أنت ربنا مفهوم بيز. وزارة الحرف إيش وزارة الحرف مبنية. ما بنكر النوع الثالث. مهرن. بيز. النوع الثاني ما جاء على وجه إد معناتين وهو إذا ويجوان أوجي إزاج تبقى ذاتنين. فتارة يقال فيها ظرف مستقبل خافض للشرط منصوب بجوابه ظرف مستقبله او شرط يكون مجرور يعني شرط يبقى مضاف اليه ومنصوب جواب اخو اوجد به ظرف جواب اخو بيز. معمول جواب اخو. وهذا انفع ايه وأوجز من قوله. معربين ابي ارشاقو جياس كديه عندها خشكتره ومعني
أما دوان بريدة تتنه أنفعوا معنا وأرشقوا عبارة ده قشكل وأوجزوا ده كل. تمام. شيء الشيء من قول المعربين أهل الإعراب بين ظرف لما يستقبل من الزمان. أورد بيجن دبي ما قلتيه ظرف مستقبل خافض لشرطه منصوب جوابه. نوري بيز. يعني يضع جدر. تمام. اتش جي 1 درجة ظرف لما يستقبل من الزمان ايوان وري فيه معنى شرطي غالبا او جاك هم يشتكي هذا هم ضايف فهمي هم ده عبارة اكن وهم ده معنوي جامع وقت ظرف المستقبل خافض من الشرطي منصوب جوابي. تمام. بيز. ايوان هم اوقع استفادة جناكه شو مع منصوب جوابه قد تند ايوان ده وهم ده دريش ظرف لما يستقبل من الزمان في معنى شرطي غالب. فهم كيف؟ بيز. يجوز لنا في معنى حرف الشرط غالبا أما أنه أنفع فلما فيه من بيان عمل إذا والعامل فيها çünkü عمل إزاجه مع إذا عملتيه تفهمي إيه متى يدا يفهمي وتسية وليس دويت ودن شخص إيه بيانا يفهمي وتاليه جوابا وعبارة لا تفيد ذلك وأما أنه أرشق وأوجز فظاهر ذاتا كنا تمام. بيز. وتختص إذا هذه بجملة فعلية تبقى إذا خاصة بجملة فعلية نحو فإذا انشقت السماء نوار وقت يكون عثمان شق بفه الجبة جملة. ها جملة. وأم مسألة يقال فيه حرف مفاجئ. والحاصل فيها قلت خاصة بجملة فعلية وكإذا انشقت السماء إذا السماء انشقت بأوجه محمول لصيد مرة فعل يعني إذا انشقت السماء انشقت ذلك مشكلة ودوام كده وتارة يقال هاتورين بيز. وتفيدش قلت يمت وين امرأة خافت يعني إن خافت امرأة خافت. بيز. وقد تستعمل الماضي نحو إذا رأوا تجارة له انفضوا إليها وقت الدبينين يعني قلت أوجه عندك قلت جانا ماضي تسمار كان عندك. وتارة يقال فيها حرف مفاجئ جانا بذا حرف مفاجئته إذا حرف صوت محل شيء رابط بيز. وتختص بجملة اسمية تشا خاصة بجملة اسمية نحو ونازع يده فإذا هي بيضاء للناظرين فهي بيضاء للناظرين له أجل. أو يقدر خست تنه نصف. إيه شيء جاته. الاسمية غالبا وقد اجتمعتا في قوله تعالى ثم إذا دعا. وقد اجتمعت في قوله تعالى إذا هردو جهاتنا هم وتيتشلون بوتيتشي وتدخل في حرف مفاجأة إيه مثلا قال في حرف مفاجئة وتختص بالجملة الاسمية إيه؟ غالبا قد اجتمعتا في قوله تعالى ثم إذا دعا. يعني هم إزاي زمانية هم إزاي فجائية ويجمع طيب ليش كي كتشيني أكمش كي قلت يا جمع تنات ولكن قال في حرف مفاجأة وتختص بجملة الاسمية يعني غالب تختص بجملة الاسمية بين هوري بيز. غالبا وهي في الغالبين هنا دايبري و وقد اجتمعتا في قوله تعالى هم إزاي شرطية هم إزاي فجائية بيز. نحو إذا دعاكم دعوة من الأرض في إزاي شرطية بيز. إذا أنتم تخرجون جملة ذات جوابه بيز. دوري هم همن ون درتين. تمام وقت قاعد يكون همن درتين وإذا أول إذا هم إزاي شرطية هي هم إزاي فجائية مفهوم بيز. هم يهرن بس بس. نشخاخد بس ملا بس. تم واخذ دعوانا الحمد لله رب العالمين بعد ما عنده